توضيح أكثر لهذه الفكرة. فكرة القائمة السوداء هي أساسا تستهدف كل العاملين في الإعلام النظام الذين يقومون بجريمة التحريض الإعلامي. يعني مش أي حد يشتغل مع النظام ممكن أن يقوم بهذه الجريمة، ولكن هناك أناس ساهموا في الجريمة الإعلامية وهي جريمة تحريض. نحن اليوم نتحدث عن الإعلام بصفه مؤثر، بالتالي هذا المذيع أو هذا الصحفي عندما يطلع على شاشة التلفزيون ويتحدث عن هؤلاء الشباب في الساحة هو يسهم في زيادة العنف عليهم، وبالتالي هذه القائمة هي اعتراف بأن هذا الإعلام له دوره، وأن هذه الكلمة لها دورها، وهذه الفبركة الإعلامية يمكنها أيضا أن تسهم في زيادة عدد القتلى والشهداء في صفوف الثورة، وبالتالي تسهم في زيادة العنف. القائمة السوداء أكيد موجودة في اليمن لأن هناك جرائم للتحريض، وإن كنا نتحدث عن التحريض وهناك اتهام لبعض الوسائل أنها تقوم بالتحريض، السؤال هنا من يوجه الاتهام لمن؟ إذا كان من يوجه الاتهام للوسائل التي تنقل الحقيقة بأنها محرضة، وبنفس الوقت هذا المصدر الذي يطلق نفسه الاتهامات على شعبه وأنهم قطاع طرق أو أنهم من تنظيم إرهابي، فلا يمكن اعتبار ذلك تهمة. ولكن كيف يمكن أن نميز بين صحفيين موالين للنظام وكتبوا كتابات تدافع عن النظام وخياراته حتى وإن كانت بلغة عدائية تجاه المعارضة، وبين من امتهن الشتم أو التحريض أو الدعوة صراحة لقمع هؤلاء بالمعنى المباشر؟ عندما نتحدث عن الفبركة الإعلامية لا نتحدث عن الحد من حرية التعبير. لكل صحفي ولكل صاحب قلم الحق أن يعبر عن رأيه كما يريد سواء كان مع النظام أو ضده، ولكن هي المسألة تتعلق بالفبركة الإعلامية، يعني السيل الشتائم. يعني هناك آداب وهناك أخلاقيات للمهنة معروفة، وبالتالي لا يجب استخدامها عندما يتم مثلا اتهام هؤلاء الشباب بتهم باطلة أو بالتحريض ضدهم أو فبركة بعض القضايا. هنا يمكن القول أن هناك جريمة تقع، ويمكن أيضا أن توثق هذه الجريمة. يعني ما يحدث الآن النشاط الإعلامي لا يقف عند حدود فقط القائمة الإعلامية، ولكنه يمتد إلى الرصد الإعلامي لكل هذه الجرائم، لأن هذه الجرائم مرتكبيها حسب القانون يمكن محاكمتهم، ويمكن أيضا أن يحصلوا على عقوبة لأنها تعتبر جريمة مادية. الإعلام اليوم تحول من معرفة غير مادية إلى أداة، لأن هناك مفهوم جديد للقوة، وبالتالي يمكن أيضا محاكمته قانونيا بتهمة التحريض بتهمة مادية يكون عقابها مادي. نعم، هو على كل إذا ما تغيرت الأوضاع في اليمن فستجدين سيدة منى صفوان جزء كبير ممن وردت أسماءهم في هذه القائمة السوداء ستجدهم يدافعون عن الوضع الجديد، وهذا ما حصل في تونس. وهنا أسأل سيد سفيان شرابي، في تونس لم